بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أحباب رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دلائل القدرة مع حلقة جديدة، برضك مع رؤية جديدة. الحقيقة أنا خلت المواضيع دي النهاردة إن هي بدافع فيها عن الرؤية اللي هي بتتفهم خطأ من قراءة القرآن الكريم. قصة نوح عليه السلام، السبب في إيه؟ إن واحد والله استوقفني وسألني، طوفان نوح ده هل غمر الأرض كلها؟ طبعا انا مش اول واحد اتكلم في المواضيع دي، المواضيع دي كتيره متداوله كتير قوي، لكن خلينا نتكلم بقى باسلوب علمي واسلوب ديني، يعني نجمع بين الاثنين. طوفان نوح ده هل هو غمر الارض كلها؟ خليني بقى من حيث الادله الاركيولوجيه او الجيولوجيه او من حيث لغه القران الكريم اجيب لك الخلاصه من الاول وبعدين ناكدها. ان القران الكريم ان هذا الطوفان لم يغمر الارض كلها. نشوف نص القرآن يا اخوانا، نص القرآن: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه لكل قوم هاد، الله، وإلى ثمود أخاهم صالح، إلى عاد أخاهم هود، إلى مدين أخاهم شعيب. فكل قوم أرسل إلى نبي خاصة، ونوح أرسل إلى قومه خاصة، إلا سيدنا رسول الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس. فنوح أرسل لقومه، فكان العذاب لقومه خاصة وليست لكل الأرض والطوفان. أنا عايز أقول لك على حاجة، قصة نوح دي، القصة دي حدثت فين؟ من ناحية الأركيولوجي لما بحثوا في ألواح الطين اللي معصور عليها في بلاد الرافدين، بلاد بين النهرين، أو سموها الإغريق ميزوبوتاميا، اللي هي نهر دجلة والفرات، اللي هي العراق. هذه القصة حدثت من 2000 3000 سنة قبل الميلاد. على فكرة الطوفان حصل في البحر الأسود من 7500 سنة، وحدث ومكتوب الميثولوجي دي عند الهندوس والحاجات دي كلها. في مصر لم تسجل، لكن عايز أقول لك على حاجة. نيجي للقرآن الكريم، خليني بس عشان إيه أجيب لك من الأول من البداية عشان تقتنع. لما ربنا بيقول في سورة القمر ايه؟ فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا تحته وفوقه فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر. فجرنا الارض عيونا. اسالك سؤال بقى عشان نفهم صح بقى، كلمة الارض دي هل كل الارض؟ كل الكرة الارضية اتفجرت عيون؟ لا يا فندم، لا. الارض قد يشمل كل الارض وقد يشمل جزء من الارض. انت دلوقتي انت قاعد انت شايفني دلوقتي او بتكلمني، انت قاعد على الارض. هل انت قاعد على كل الكره الارضيه؟ هجيب لك من القران برضك عشان تقتنع. سيدنا يوسف لما جابوا الملك قال له: انك لدينا اليوم مكين امين. قال: اجعلني على خزائن الارض. خزائن الارض هي ايه؟ خزائن مصر، مش خزائن كل الارضيه كلها. طب بلاش دي. شوف لما ربنا بيقول في القران لما عاوز الطوفان ده ينتهي: وقيل، فعل مبني المجهول لان الارض هتسمع، وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي. قيل يا ارض، هل الارض بلعت كل مياه البحار والمحيطات اللي في العالم كله؟ طبعا لا. وخد بالك بقى، ربنا عادل قوي، ربنا عادل جدا. ليه؟ ربنا ما بيعذبش الا ربنا بيقول في القران ايه؟ ولا تزر وازره وزر اخرى. يعني لا تحمل نفس اسم نفس تانية. قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله، ما بناخدش ناس كده من الدار للنار كده، لازم نبعت لهم نبي، رسول، حكيم، داعي. الله، فالعذاب كان لقوم نوح بس. قال: واغرقنا قوم نوح. مش ربنا عادل يا اخوانا. ولولا البهائم لم يمطروا. ده سيدنا النبي اللي قال كده في الحديث في مسند الامام احمد عن ابي ذر، او مش فاكر عن ابن عباس، صححه الالباني. وجه كلامه سيدنا النبي لمعشر المهاجرين: يا معشر المهاجرين 5 خصال واعوذ بالله ان تدركوهم او تبتلى بهم. ايه ال5 خصال؟ ما ابتلي قوم بالزنا الا وفشى فيهم الطاعون، اللي هو الموت، يعني مرض الموت، والاوجاع. نيجي للتاني بقى لموضوعنا بقى عشان ما نروحش بعيد. وما منع قوم الزكاة إلا منع منهم القطر.
القطر يعني ماء المطر. طب ما المطر تنزل يا رسول الله. قال ولولا البهائم لم يمطروا، يعني لولا ان في بهائم ما كانش مطر نزل. فربنا رحم عشان البهائم، ربنا فعل رحم البني ادمين العصاة المذنبين. فهل من المعقول ان ربنا سبحانه وتعالى عقلا يجوز وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك احدا؟ هل من المعقول ان هذا الطوفان عشان قوم نوح اللي عددهم 1000 ايا كان وكانوا عايشين في العراق، يقوم ربنا يدمر الارض كلها بالطوفان؟ ما فيش اي دليل اركولوجي لذلك. خليني في القران عشان لما اجيب لك، لان المشكله عندنا جت منين المشكله دي؟ الراجل ليه سالني ليه؟ لان الاسرائيليات مش دخلت في القران ما محفوظ الحمد لله، دخلت في تفسير وتاويل القران. في فرق بين التاويل والتفسير. في كتاب للدكتور الذهبي رحمه الله عليه، التاويل غير التاويل، بين الامر غير ظاهر المخفي. مش عايز اخش في موضوعات شتى عشان انا ملزم بالوقت معين. فالتاويل غير التفسير. ف اللي انا عايز اقوله بقى عشان الواحد بينسى الحقيقه. القرآن الكريم الإسرائيليات في عهد التابعين بعد الصحابة لما توفوا، في عهد التابعين جه كتير بعض المسلمين، بعض أهل الكتاب أسلموا، فكانت في بعض القصص مجملة في القرآن. يعني إيه؟ النبي لم يوضح النبي ما حطش حديث لكل آية، مش 6000 حديث في القرآن يحطهم سيدنا النبي. فجم سألوهم فجاوبوا أهل الكتاب بما عندهم من التوراة. وهنا جت المشكلة. المشكلة هتلاقي في التوراة أو في العهد القديم أو القصص الكتب السابقة إن نوح بنى سفينة طولها 100 ذراع وعرضها 100 ذراع و9 أدوار. هي مش ممكن. وجاب كل الكائنات الحية اللي ربنا خلقها. طب وإزاي؟ يعني ده بيخلي الكلام الملحدين يتكلموا. هو نوح راح استراليا عشان يجيب الكانجرو؟ الكانجرو مش موجود الا في استراليا. هو نوح والدب اللي في القطب الشمالي مين راح القطب الشمالي وراح جابه؟ لا يا اخوانا، لا خلينا بس اتكلم من القرآن، لان انا عارف ان بناقش الناس فيها دي. قال الايه اللي بتقول بقى عشان نفسرها، قل نحمل فاذا جاء امرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك. نيجي مين بقى؟ نيجي اللغه العربيه، لغه القران نفهمها كويس. انا درست لغه عربيه عشان نفهم، نجمع بين الدين والعلم. ايه المشكله؟ واحنا مطالبين كل نعمل فيها من يعني ايه؟ من دي لو تفتح للقاموس او للعلم النحو او النت، من لها معاني كتير قوي. من للابتدائيه، ومن للتبعيض، ومن تاتي بمعنى ببيان السبب، ومن لبيان الجنس. من الابتدائيه سافرت من القاهره الى اسكندريه. من الابتدائيه يعني بدايه الكلام سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، بيسموه من الابتدائيه. طب ومن للتبعيض ايه؟ لا، من التبعيض اللي هي موضوعنا دي حاجه من حاجه. وينزل من السماء من جبال فيها من برد. من جبال من السحب، مش كل السحب بتنزل مطره، بيسموه من التبعيض. ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وهم من الناس، مش كل الناس، بيسموه من التبعيضيه، يعني من بعض الناس مش كله. فقالنا كل نحمل فيها من، يعني مش كله، من جزء كل زوجين. كل بقى احنا تتفهم بقى ايه؟ من كل الكائنات الحيه. طب ليه انت ما حملتهاش ليه من الحيوانات الاليفه واللي حواليك واللي يا اخوانا؟ كل دي مشهوره قوي، كل تفيد الشمول، لكن هذا الشمول مقيد، احيانا يكون مقيد. انا هقول لك قصه بقى عشان تعرفها. فتنه الامام احمد بن حنبل في خلق القران كان مقتنع بها الامين الخليفه المامون. كان الامام الشافعي عندنا في مصر الحمد لله ما تعرضلهاش، كان صاحبه الامام احمد بن حنبل. فجت المناظره في حضور الخليفه، قال له يا امام، شوف بقى بيجيبوا رجل ازاي بقى واحده واحده. يا امام، القران شيء ام لا شيء؟ قال لهم شيء. قالوا طيب، ربنا يقول في القران ايه؟ الله خالق كل شيء.
قال لهم بعدين اذا القرآن مخلوق. قال لهم طيب كل دي بقى، هو ربنا لما دمر عاد بالريح الشديدة دي قال ايه بقى؟ تدمر كل شيء بأمر ربها. حلو. طيب فهل دمرت النبات، الحيوان، دمرت الأرض كلها، دمرت السماء، دمرت الأرض؟ لا، كل تفيد الشمول بس بتبقى مقيدة. أنا بقى بردك بعدين تبحث الموضوع ده يوم القيامة في سورة ياسين ربنا بيقول إيه؟ وإن كل لما جميع لدينا محضرون. فكل هنا راح جاب كان معاها كلمة إيه؟ جميع، جمع. الكل مع الجمع يجمعوا دلوقتي يوم القيامة. فكل هنا ما تفيدش الشمول المطلق، لا، كل الكائنات. وبعدين كل زوجين، الزوج يطلق على الفرد ومثله. اشتريت زوجة حمام، اشتريت زوجة أحذية، الفردة الواحدة بنسميها زوج. الراجل زوج والمرأة زوج. وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك. المرأة تسمى زوج، الرجل يسمى زوج، محمد فرد واحد، هو اسمه كده في القرآن كده، لغة القرآن كده، اللغة العربية كده. فقال خد معاك ذكر وأنثى من كل زوجين اثنين تأكيد. ليه بقى؟ عشان يحافظ على الكائنات الحية من الانقراض؟ لا، عشان لما تهبط السفينة في الأرض الجديدة يقدر يعيش، يقدر يزرع الأزواج دي، يقدر يتناسلها ويتكاثرها تاني في الأرض الجديدة اللي معاه، مش عشان يحافظ على أنواع من الانقراض. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع.